النهاردة ما هنعمل مع بعض القشطوطة. القشطوطة دي القطعة منها بمبلغ وقدره، فاحنا طبعا كتار حابين ناكل يعني منها. فطبعا يعني مش هتكفينا قطعة واحدة، فتعالوا بقى مع بعض نعملها كده، نعمل صينية كبيرة كده حلوة على قدنا كلنا. هنجيب كوباية من السكر، هنحطها على النار في طاسة، في حلة، في أي حاجة. المهم ما نقلبش خالص إلا لما الأطراف بتاعتها يبقى لونها ذهبي، وبعد كده نقلب عادي خالص خالص. ده القوام بتاعها اهو معانا. تمام، ما تخافيش خالص من التكتلات، كلها هتدوب ان شاء الله. اهم حاجة نهدي النار عليه علشان ما يبقاش غامق كده وممرر معانا. ده اللون الحلو الذهبي الفاتح اللي احنا عايزينه. تمام. هنجيب كده قطعة من الزبدة. لو حابة تحطي سمنة عادي جدا، بس لو معاكي هاند بلندر او خلاط بعد ما يهدى تضربيها كويس، علشان طبعا السمنة هتفصل، مش زي الزبدة. الزبدة هتدوب خالص مع السكر، لكن السمنة هتفصل، فانتي هتضربيها في الهاند بلندر او في الخلاط. هنقلب كويس كده علشان يمتزجوا كده حلو مع بعض. نخلي بالنا بالراحة علشان الطرطشة بتاعة السكر بتبقى صعبة. تمام كده لحد ما تدوب الزبدة تماما وتتجانس مع السكر. وده كان القوام بتاعها. هنجيب هنا كوباية من الحليب، نحط عليها معلقة من النشا. حصل خير الحمد لله. كوباية من الحليب هنحط عليها معلقة من النشا وهنقلب. تمام. لحد ما القوام يتقل كده. وما تخافيش خالص من القوام، اهو القوام قدامنا. المعلقة مش مليانة خالص من النشا، تبقى يعني يدوب كده حلوة. تمام، ده القوام المطلوب. هنسيبه يهدى بدرجة حرارة الغرفة لحد ما نجهز مع بعض الكيكة السبونج البيتي الجميلة جدا اللي انا عملتها. يعني ان شاء الله هتستغني خالص تماما عن السبونج الجاهز. تمام، هنجيب 5 بيضات هنا بدرجة حرارة الغرفة. علشان نجاح اي كيكة البيض واللبن والبيض سوري لازم يبقى بدرجة حرارة الغرفة، ما يبقاش ساقع من التلاجة على طول يا جماعة. هنجيب هنا الفانيليا. انا حطيت 4 اكياس فانيليا. حابة تحطي بالمعلقة يبقى معلقة صغيرة كده من الفانيليا، ورشة من الملح. مش هفصل صفار عن بياض، هضرب الكل كده مع بعضه. هتشوفوا الطريقة جميلة جدا والنتيجة ممتازة جدا. بمكون واحد هتخلي الكيكة سبونج عندك وهشة وجميلة جدا جدا جدا. هنضرب كده البيض لحد كده ما يدي قوام لونه ابيض كده فاتح وجميل جدا. هنحط عليها معلقتين او معلقة كبيرة من الخل. انا حطيت معلقة وشوية يعني كده. الخل بيمنع ريحة الزفارة، حتى الطبقة اللي من فوق مش هتبقى زفرة خالص معاكي ولا فيها اي ريحة. هنجيب كوباية مش مليانة قوي، يعني ناقصة معلقة كبيرة كده من السكر. المج العادي بتاعنا اللي احنا بنعاير بيه، لو حابة بالمج المعياري اللي هتحطي بيه السكر هو اللي هتحطي بيه الدقيق، علشان يبقى كده الوصفة مظبوطة. هنضرب لحد ما القوام يبقى كريمي كده وجميل وفاتح خالص كده وجميل وحلو. هنا الأبلة جودي بنتي كده عايزة تساعدني، حابة تعمل هي الكيك، فسبتها كده خايفة من المضرب بيجري منها. تمام. تمام كده يا جودي. خلاص كده. هبدأ أجيب الدقيق معانا هنا. كوباية وتلت من الدقيق وعليها معلقة هرمية من النشا. ده المكون اللي هيخليها سبونج وهشة وجميلة جدا. ومعلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. أنا حطيت هنا معلقة كبيرة من الكيك شيف. وهنقلب. حابة تحطي الملح في الكيكة الأول زي ما أنا حطيت تمام، حابة تحطيه مع الدقيق أوكي تمام، مش هتفرق. تمام، ده القوام اللي كان مطلوب. أنا خدتها من الست جودي علشان خلاص كده تعبت إن هو دراعها وجعها خلاص. تمام، هنزل بالدقيق كده على الكيكة بتاعتي، على المكونات بتاعتي. تمام، هنقلب كده في نفس الاتجاه. ما حطيتش اي حليب ولا اي مادة دهنية خالص خالص خالص. ما حطيتش اي بقى يعني محسن جل ولا اي حاجة من حاجات الرافعة تاني، غير معلقة كبيرة من الكيك شيف. هندهن الصينية بتاعتنا او هنحط فيها ورق زبدة في الارضية علشان لما هنحب نقلبها تبقى سهلة معانا.
وننزل بالخليط بتاعنا من غير أي حاجة، بس هنوزّعه كده في الصينية علشان يبقى كلّه كده إيه، متساوي، ما يبقاش حتّة عالية وحتّة واطية. هنضربها كده ضربتين خفيف خالص، خالص علشان إيه، ما تخرّجش الهوا اللي جواها، إحنا عايزينها كده هشة وجميلة. هندخّلها فرن 180، هتاخد تِلت ساعة بالضبط، أنا أخدت 18 دقيقة وكام ثانية. هنا هنجيب كيس من الكريم شانتيه، هنجهّز الكريم شانتيه بتاعنا، ونُص كوباية يعني نُص مَج كده مَيّة ساقعة، لو حابة حليب ماشي حُطّي. هنا طبعًا الجاهز ما فيهوش يعني في سُكّر جاهز وتمام كل حاجة جاهزة، لو هو من اللي هو السايب من عند العطار، هنحُط معلقة كبيرة أو معلقتين يعني مش مليانين من السُكّر الخِشن، ويُفضّل إن يتعمل بالمَيّة مش بالحليب، لو أنتِ مش حابة فيه مَطّة يعني. تمام، هنضرب الكريم شانتيه بتاعنا كده ونجهّزه علشان يبقى ساقع كده، وأدخّله شوية بسيطة التلاجة لحد ما الكيكة بتاعتي تبرد بعد ما أجهّزه خلاص. أهم حاجة الكيكة بتاعتي تكون باردة يا جماعة، يعني ما احطش الكريم شانتيه على الكيكة سخنة. شوية حاجات كده هنقولها في النُص إحنا وماشيين. لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام كده الكريمة بتاعتي جهزت، والكيكة الجميلة بتاعتي خرجت من الفرن مستوية وسطحها جميل جدًا ومتساوي، أخدت 18 دقيقة وكام ثانية بس بالضبط معايا. هاسيبها تبرد تمامًا وأرجع لكم. هنا كانت خلاص بردت، هنحط لها كده كوباية من الحليب بدون أي سكر أو أي إضافات، ممكن لو حابة تحطي معلقة كريم شانتيه وتقلبيها بيها زي ما أنا عملت. تمام كده الحليب عادي خالص بارد، وكل حاجة والكيكة كانت باردة. كده هاحط الكريمة بتاعتي كله بارد في بارد، فأنا بصراحة ولادي ما استنوش إن هي تبرد تمامًا، فأنا جهزتها لهم لأنه مستنيينها يعني ورا الكاميرا ما أقولكوش مستنيين عاملين إيه. تمام كده هاساوي سطح الكريمة بالسباتيولا، وبعد كده لو عندك سكرابر أو أي حاجة كده تساوي بيها، أنا عملتها بتاعة البسبوسة، هاساوي بيها السطح بتاعها كده. كراميل بدرجة حرارة الغرفة، لو حسيتيه إن هو تقل شوية معاكِ ممكن يعني تضربيه كده بالمضرب اليدوي عادي خالص. أهو، دي جودي طبعًا حطِّت، أنا ما حبيتش إن هي تكمّل علشان كانت هتبهدلها، فأنا كمّلت أهو. تمام، ناخد كده بالسباتيولا أو بأي حاجة عندِك توزّعيها عشان هو تقل شوية. يعني كده خلاص جهزت، وهنجيب شوية كريمة كده هنزود لها شوية حليب أو شوية مية تاني ونضربها كده عشان تبقى خفيفة على الكريمة الأصلية، وهنزين بيها رايح جاي كده خطوط، هاخدها الأول كده رايح، بعد كده أرجع بيها تاني مرة تانية. جهزت معانا وبقت زي القمر كده وحلوة وجميلة ومستناهاش أصلا إن هي تدخل التلاجة تاني، احنا أكلناها كده على طول. طعمها جميل جدا. نسيت أقول لكم يا جماعة إن هي بعد الكيكة ما تبرد يعني أو تهدى شوية هقلبها علشان أشيل ورقة الزبدة منها. فبصراحة يعني ما شاء الله عملت كمية كبيرة كده قطع كتير، القطعة واحدة بمبلغ خرافي، في بره غالية جدا. احنا عملناها هنا سهلة وبسيطة، لو انت حابة تعمليها في صينية أصغر، الصينية دي الكبيرة في الطقم، لو انت حابة تعمليها في صينية أصغر تمام هتكون أعلى، سمكها أعلى. أنا حبيت سمكها يبقى صغير ما يبقاش كبير خالص، وسط كده حلو. يعني عشان العدد كبير ما شاء الله، فيعني حطيتها في الصينية الكبيرة. لو انت حابة ان هو تبقى السمك أعلى شوية، خلاص ممكن تعمليها في الصينية الصغيرة وتمام. الكيكة دي ممكن تعتمديها لأي تورتاية أو سويس رول أو أي حاجة انت حابة تعمليها من بالكيك السبونج. شايفين سمكها حلو ازاي؟ على فكرة مش صغيرة خالص، سمكها حلو جدا اهو، وجميل جدا. جهزت معانا اهي، شايفين سمكها وشايفين لونها اهو، شايفين طرية ازاي وجميلة جدا. شايفين فاتحة جدا جدا كأنها يعني بدقيق اسفنج جاهز. لا هي والله معمولة في البيت بمعلقة النشا دي، خطيرة 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 يا جماعة، جربوها وإن شاء الله مش هتندموا. اللون تحفة، كأنك عاملة نيطاية كده في البيت. قعدت طرية اليومين اللي قعدتهم طرية فيهم زي يعني زي ما قال الكتاب بالظبط.
جربوها وان شاء الله باذن الله مش هتندموا ان انتوا جربتوها. احنا عملناها قبل كده على القناه، يعني بالكيكه العاديه، وكانت برضو كانها سبونج جميله جدا جدا جدا. وان شاء الله يا رب تعجبكم وتنول اعجابكم. جربوها يا جماعه، ولو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.